منتخب فرنسا بثنائي في وسط الملعب ما عندهمش القدره ان هم يتحكموا في ايقاع اللعب او ينقلوا الفرقه بشكل كويس. كانتي ديستروير ممكن يزيد في الهجمه، وكامافينجا بيعمل توزيع بس للكرات، مش بيطور اللعب ولا بيقدر يفيد في بناء الهجمه. فكان ايه الحل الوحيد لمنتخب فرنسا في الشوط الاول؟ الحل هو جريزمان. 4-1 بتتحول ل 4-2-4 دفاعيا لمنتخب كندا. هتلاحظ هنا الراجل ده مان تو مان مع جريزمان في عمق الملعب. طيب جريزمان عشان يبقى حل في الخروج بالكوره كان بيحصل ايه؟ كان دايما بيتطرف وبيهرب عشان يستلم في المساحه ما بين كوندي وعثمان ديمبلي. فعثمان ديمبلي في بناء الهجمه مش بيشارك، هو طاير ومعلق لقدام عشان يسيب مساحه كويسه هنا في الناحيه اليمين. هنا بيبدا يهرب فيها جريزمان، فبيبدا ينزل ويستلم ويطور اللعب. اولا هنا ثنائي التحضير هم عطلانين تماما بسبب الرقابه اللي معموله. 4-2-4 وادي جريزمان المساحه بين الخطوط هنا مقفوله طبعا عليه في عمق الملعب، بيضطر ان هو يتطرف في المساحه دي عشان هو اللي يطلع الفرق. وهنا عثمان ديمبلي موقف ديفيز، المساحه دي كلها ملك لجريزمان عشان يبدا يطور اللعب.